مساء الفل. عاملين ايه؟ حلقة جديدة في برنامج خط الستة. طبعا يعني كلنا شايفين الكلام بعد إصابة الشناوي إن الأهلي بيفكر يتعاقد مع محمد بسام، محمد أبو جبل. طب محمد صبحي. طب نجيب حارس من الهند. احنا عندنا حراس. هنفضل نقول دول صغيرين ودول لسه شباب ودول ما اعتمدش عليهم لحد امتى؟ لازم الحارس عندنا يبقى عنده 27 و28 و30 عشان يلعب اساسي. ومصطفى شوبير موجود، حمزة علاء موجود. ليه يعني؟ ايه الفكرة؟ ليه ما ندلوش الفرصة؟ ما ياخدش الثقة بدري؟ كلنا انا واحد من الناس، انا في ظهر مصطفى شوبير. مصطفى شوبير حارس كبير وهيبقى كبير، لو لعب وهو صغير هيبقى كبير وهو صغير وهيشيلك لفترة كبيرة. ليه انا اروح ادفع واحط رقبتي تحت ضرس فرق بتطلب بال50 وبال60 مليون في حارس في الاساس هو مش هيدي؟ يعني مش هيديك. هتجيب حارس 35 سنة ولا 34 سنة؟ محمد بسام او محمد ابو جبل. محمد ابو جبل ما بيأديش غير في البطولات المجمعة، احنا شايفينه مع البنك بيعمل ايه؟ ما بيعملش اي حاجة. محمد بسام كذلك ما بيبانش غير في ماتشات الاهلي. انا هجيبه على اساس ايه؟ ليه ما اديش ابني اللي عندي اللي ما بيكلفنيش فلوس وما ياخد فرصه؟ خسرت بطوله، ما اخسر بطوله، ايه المشكله؟ ما ياخد فرصه ويتعلم ويكبر جوه الاهلي. مش لازم أنا اطلعه عار عشان ياخد ماتشات. ما هو لعب نهائي افريقيا، ايه يعني غلط ماتش نهائي كاس السوبر المصري؟ وايه يعني؟ كل الحراس بتخلص. ما احنا ياما استحملنا شريف اكرامي ياما. ايه اللي حصل؟ يعني لما نحط الحارس زي كده ياخد له 20-30 ماتش مع الاهلي، ما ينفعش اخر السيزون يمشي. ما ينفعش يمشي. لكن انت هتجيب له حارس هتقيمه ازاي بعد كده؟ هيرجع حارس تالت هتقيمه ازاي؟ ايه الفكرة؟ مش عارف. لازم الشباب دي تاخد فرصة. لما يكون عندك احسن حارس صاعد او احسن حارس في بطولة افريقيا للشباب وانت عايز تجيب حارس من بره، تديله فرصة. فشل اخر السنة يمشي. ادارتنا بصراحة بتقول حاجات يعني نتفق او نختلف معاهم. في الختام اتمنى التوفيق لمصطفى شوبير والف سلامة عليك يا شناوي. سلام.